السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفات عن بركة، ترحب بكم اليوم إن شاء الله. غادي نصاوب معكم دجاجة معمرة كتجي لذيذة بزاف بحشوة ديال الفرomاج، ومن الداخل كذلك واحد الحشوة بنينة ما تشبعوش منها، كتجي كتحمق، ساهلة في التحضير ديالها، والأهم من هادشي أنها بنينة مرافقه لواحد الخضر في الفرن كيجيو روعه مشويين لذاذ بزاف وصحيين. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم، ونبداو على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير: هنا كناخذوا دجاجه كنغسلوها مزيان بالمليحه والحامض، كنرقدوها ليله كامله في الملحه والحامض، من بعد كنغسلوها مزيان مزيان وكنقطروها وكنشفوها، وكناخذوا السكين يكون ماضي وكنقسموها من جهه الصدر على هاد الشكل صافي، وكنقلبوها على الجهه ديال الظهر، وكنحاولوا نضغطوا عليها بحال اللي كنطرطقوها باش الدجاجه ديالي تكون مقاده معايا وتكون مستويه. هنا كنضغطوا عليها وكنطرطقوها صافي. هنايا كنزولوا الزوائد ديال الجلده اللي فيها، هذوك الجلودات اللي كيكونوا لتحت، وكنحيدوا العنق كذلك، وكناخذوا سكين يكون ماضي وكنحاولوا نحيدوا الجلده على اللحم كما موضح لكم في الفيديو. كنبقاو نحيدوا غير بشويه بشويه على طريقه جد سهله وبسهوله كيتزول لكم الجلد من اللحم. هنا ضروري السكين يكون ماضي صافي، وكنبقى ندير هاد العمليه من بعد ما كنحلها وكنحيد الجلده من العظم، كندخل واحد الملعقه صافي، وكنبقى نحل بها الدجاجه ديالي على هاد الشكل. كنبقى نحلها وكنمشيو لجهه الصدر وكنمشيو من جهه الفخيضات حتى كنحلو كامل، والجلده كتطلع من الدجاجه ما كتبقاش نهائيا لاصقه في الدجاجه كما موضح لكم في الفيديو. هنا راه كندير انا غير بشويه بشويه باش ما تخرجش ليا السكين على الجلده وما تقطعش ليا الجلده ديالي. انا هنا بغيت الجلده تبقى صاينه صافي، وهنا دخلت المعلقه كما كتشوفوا في جهه الفخيضات وجهه الصدر صافي. هنايا من بعد ما حيدت الجلده ديال الدجاجه من اللحم ديالها، غادي نثقبوها كما موضح لكم في الفيديو على هذا الشكل. غنثقبوا الدجاجه كامله بالسكين حيتاش غنعمروها بواحد الحشوه زوينه. هنا ما نساوش نثقبوا كذلك حتى الفخيضات بحال اللي كنفلحوهم، ماشي كنثقبوهم كنفلحوهم. هنا كناخذوا لا داند فيمي هو اللي غادي نعمروا به هذوك التقيبات، راه كيجي روعه. ننصحكم انكم تجربوا هذه الخطوه، كتجي من ألذ ما يكون. فاش كديروا لادان فيمي كتعمروا به هذوك الفليحات ديال الدجاج، كيجي احسن 100 مره من هذاك لادان فيمي اللي كتعمروه من وسط الدجاجه، كيعطي البنه في اللحم ديال الدجاج وكيجي بنين ولذيذ صافي. غنبقى ندير هاد العمليه حتى غنعمر التقيبات كاملين. وما تنساوش كذلك الفخيضات كذلك حتى هما تفلحوهم وتدخلوا فيهم طريفات ديال لادان فيمي. انا هنا هذاك لادان فيمي شديته وقطعته مكعبات صغيره صافي وعمرت به هاد الدجاج. غنبقى ندير هاد العمليه حتى غادي نفلح الدجاجه ديالي كامله. شوفوا معايا حتى الفخيضات كذلك كنعمرهم وكنفلحهم مزيان. هنايا غادي ناخذ واحد الزلافه غنوضع فيها 2 معالق كبار ديال الزبده، وغادي نوضعوا 4 ديال الفرماجات مثلثين. غناخذ فرشيط او ملعقه وغادي نمعك مزيان هذيك الزبده مع الفرماج مزيان مزيان حتى تدخل ليا مزيان في الفرماج. هنا تقدروا تزيدوا القليل من الفلفل الاسود الا بغيتوا. انا هنايا اكتفيت بهاد المقادير ولكن جا روعه صافي. هذاك الفرماج والزبده غادي ناخذهم وغادي نديرهم وسط الدجاجه ما بين الجلده واللحم كما موضح لكم في الفيديو. بحال ما هكا غادي نبقى نعمر به هذيك الدجاجه، غندخلو من جهه الصدر ومن جهه الفخيضات، وغادي نحاول هذاك الفرماج والزبده نوزعها كامله على الدجاجه كامله. راه كيعطي واحد المذاق وواحد اللذه ما نعاود لكمش، خصوصا فاش كيكون كيطيب واحد الرائحه غادي تشمو ديال الفرماج، راه كتجي روعه روعه ما تشبعوش منها صافي. هنا غادي ننتقل باش غنوجد معكم واحد لاصوص اللي غندهن بها الدجاجه ديالي، اللي غادي نحتاجو فيها تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال المعدنوس والقزبر مدقوقين. غنضيفو 3 ديال المعالق كبار ديال صلصه الصوجه. غادي نضيفو كذلك 2 معالق صغار ديال لا موطارد. هنا غنضيفو العسل، غنضيفو 2 معالق كبار ديال العسل. وغادي نضيف كذلك هنايا الكاتشب واحد 3 ديال المعالق كبار. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الملح ونصف معلقه صغيره ديال الابزار
صافي غادي نخلط جميع المكونات ديالي جيدا حتى تجانسوا ليا مزيان مع بعضياتهم. وغادي ناخذ هذيك الدجاجه ديالي وغادي ندهنها بهذا الماغيناد اللي صوبت معاكم، راه كيجي لذيذ لذيذ ما تشبعوش منه. هنا غادي نبقى ندهن كما موضح لكم الفيديو على هذا الشكل، وغادي نقلب الدجاجه على الجهه الثانيه وغادي نبقى ندهن فيها على هذا الشكل حتى تغلف ليا مزيان مزيان هذيك الدجاجه. صافي وكناخذ واحد المقلاة كنفرشها بابي الومنيوم وكنفرشها كذلك بورق الزبده وكنوضع فيها الدجاجه ديالي. هنا غادي ندهنها بما تبقى من هذيك لاصوص. صافي وكنسخن الفرن على درجه حراره 180 درجه. غادي نسد الدجاجه ديالي مزيان مزيان بهذاك ورق الزبده وغادي نسدها كذلك ببابي الومنيوم جيدا باش ما يخرجش ليا الهواء وطيب معايا مزيان مزيان. صافي وغندخلها الفرن طيب لمده ديال ساعه ونص. صافي وكنخرجوها. هنا غنتقلوا باش غادي نوجدوا واحد الخضر مشويه في الفرن كيجيو روعه. غادي ناخذوا واحد نصف كاس ديال زيت المائده، غنضيفوا ليه 5 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملح. هنا انا درت العطريه المكسيكيه، درت تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال العطريه المكسيكيه. ما كانش متوفره عندكم يمكن لكم ديروا غير شويه الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال البصل بودر وشويه ديال الثوم بودر. هنا درت واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر حكيته على يدي. صافي كنخلط جميع المكونات ديالي جيدا وكناخذ البطاطا الصغيره كنسلق واحد نصف السلقه كنقطعها على جوج هذيك البطاطا الصغيره. صافي وكناخذ كذلك خيزو كذلك نسلقو نصف السلقه. القرعه الخضراء كذلك كنقشرها وكنقطعها دوائر. البصله كنقطعها شنيفات صغار. هنا شامبينيون قطعته مكعبات صغيره. هنا كذلك البروكولي سلقته نصف سلقه، غير حطيته غير في الماء طيب وطلعته ماشي بزاف باش يحافظ لينا على التكستور ديالو. صافي هنايا كناخذوا هذاك الماغيناد كنحاولوا نغلفوا به الخضره ديالنا كامله، كنخليوها تلبس ليا مزيان مزيان في هذاك الماغيناد بحال ما هكا، وكنخليوها مرقده واحد 5 حتى 6 دقائق في هذا الماغيناد. من بعد كناخذوا طاوه اللي غادي ندخلوها الفرن وكنستفوا فيها هذه الخضيره ديالي كنديروها كامله. انا هنا قويت الخضره حيت كتعجبني الخضره بزاف بزاف باش نقدمها مع الدجاج. صافي كنستفها كامله وكنوضع من الفوق فاش كنستفها كامله كنوضع فيها القليل من هذيك العطريه المكسيكيه اللي قلت لكم عليها. هنايا غنوضع كذلك القليل من لاسيبولات غنقطعو صغيور وغنوضعهم من الفوق، عطا واحد النسمه زوينه للخضيره وفي نفس الوقت صحي. صافي كنغطي هذه الخضيره بورق الزبده وكندخلها الفرن طيب حتى طيب معايا مزيان. نشوفوا داك القرعه الخضراء طابت ولات دايبه. صافي كنخرجوها من الفران وكنقدموها كيجي الشكل ديال النهائي ديال الدجاج ديالي على هذا الشكل مرافق لهذيك الخطيره مشويه في الفرن من ألذ ما يكون. انا غادي نقسم معكم الدجاجه ديالي الفخيض كيف كيجي، راه كيجي دايب دايب وكيجي وبنين بنين ما تشبعوش منه. غنوريكم الصدر كذلك كيف كيجي في هذوك المكعبات ديال لادان فيمي كيعطيو المذاق ديال الفيمي وسط الدجاج وكيجي بنين وروعه. وهذيك الخضر صوتي راه ما نعاود لكم شحال جات رائعه ولذيذه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم كيفرحوني بزاف. ونتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هاد الدجاج وتردوا عليا الخبار. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.